الثانوية العامة مش هي اللي هتحدد مصيرك، ومش هي السنة المصيرية اللي هتوديك يا في تجارة يا في طب. الثانوية العامة هي اختبار لنفسك في 3 حاجات. أول حاجة صبرك وعزيمتك وإرادتك، دي حاجة لوحدها، يعني ال3 دول حاجة لوحدهم. تاني حاجة ثقتك في الله عز وجل، وإن أنت متأكد إن دايما ربنا كاتب لك الخير. تالت حاجة هو أنت تختبر نفسك، أنت بتحب المذاكرة وتعرف تراجع وتذاكر في نفس الوقت وتفهم والحاجات دي ولا لأ. أنت لو لقيت نفسك الحوار صعب بالنسبه لك، في حاجات كتيره قوي مش تنفع معاك، انت تختبر نفسك في ال3 حاجات اللي قلت عليهم، مش اكتر من كده ولا اقل. الاول بس قبل ما ابتدي الكلام كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو هيبقى عباره عن نصائح للثانويه العامه لاخواتنا اللي طالعين خلاص وداخلين خلاص قدامهم تقريبا اقل من شهر. عارف اني اتاخرت على الفيديو ده شويه، بس غصب عني والله وخارج ارادتي. يعني المفروض الفيديو ده كان ينزل بدري عن كده، بس الظروف وكان عندي تقديمات في كليات وحاجات كده واختبارات فالحاجات دي كلها لخبطتني ومبقتش عارف اصور للاسف. يعني المهم ان الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي ممكن تغير سنه الثانويه العامه كلها بالنسبه لك. ممكن الفيديو ده فعلا يغير لك حياتك 180 درجه. الفيديو ده انا جايب لك نصايح شخصيه ونصائح ناس تانية كانت اوائل على الجمهوريه ونصائح ناس من على الانستجرام. فالفيديو ده مجمع كده الاخطاء بتاع الناس اللي فاتت واخطاء انا واخطاء الناس التانيين، وهقول لك الاخطاء كلها واقول لك ايه الحل بتاع الاخطاء. فمن الاخر يعني الفيديو مهم جدا لازم تتفرج عليه. خلينا نبتدي الاول بنصائح انا الشخصيه والاخطاء اللي عملتها في الثانويه العامه، وبعد كده نخش على نصائح الاخوه بتوع الانستجرام. اول نصيحه، ما تبداش متاخر وما تبداش بدري، ابدا مع المدرسين. كل مدرس وليه نظامه وهو عارف يبتدي امتى ويخلص امتى بالملي، فما ينفعش انت تقدم ده او تاخره. ابدا مع المدرس وحاول تشوف المدرسين قبل ما تخش معاهم او تشترك معاهم، تشوفهم وتسال عليهم. ولو حد عايز يسالني على مدرسين لغات فانا موجود. مدرسين العربي مش بتوعي الصراحه، ان انا ماليش قوي في مدرسين العربي، انا اصلا لغات يعني منطقيه يعني. فكده اول غلطه، اول مشكله، لازم كل مدرس يبتدي امتى وتبتدي معاه، ما تاخرش ولا تقدم. ما ينفعش ان انت لو اخرت هتراكم لغايه اخر السنه، ودي انا عملتها، اخرت وراكمت لغايه اخر السنه، لغايه اللي مراجعات والله ما عرفت اخلص المتراكمات. تاني غلطه دي بقى اوحش غلطه عملتها في الثانويه العامه، وهي ان انا غيرت المدرسين. حوار تغيير المدرسين ده بينقلك من حته لحته وفي دوامه بنت كلب انت مش عارف تخرج منها. لازم تبقى متاكد من المدرس اللي انت تاخد معاه، وتتاكد من شرحه، وتتاكد من الناس اللي كانت واخده معاه جاب حاجات من السنه اللي فاتت اللي هي السنه دي يعني ولا لا. اتاكد من الحاجات دي كلها عشان تاخد مع المدرس ده وتكمل معاه لغايه اخر السنه. طبعا اخر السنه انت ممكن عادي تغير المدرس، مفيش مشكله في المراجعات وكده، بس انا بتكلم في نص السنه وفي اولها. ثالث مشكله بقى حصلت معايا، ان انا ما حلتش الواجبات بتوع المدرسين. المشكله دي لو انت حلتها من اول السنه تجيب فوق 90% مستريح جدا في اخر السنه. حوار ان انت تحل واجبات المدرس كلها من اول السنه بتاع كل مدرس لوحده وكل ماده لوحدها، الحوار ده مش سهل، الحوار ده صعب جدا. فانت لو عملتها هتجيب باذن الله فوق 90% في اخر السنه، ودي كلمه واضمنها مني. الا طبعا بقى لو حصل ظروف، انا بقول باذن الله، يعني لو ربنا اراد. حلك للواجبات بتاع كل مدرس في كل حصه ده بيعودك على شكل الاسئله من اول السنه. لو جيت اول 20 حصه، اول 15 حصه، اول كام شابتر ما حلتش، هتيجي في الاخر. طب انا لما تبص على اسئله الشابتر بقى في المراجعات، الاسئله دي ما جاتش على عيني قبل كده. اما لما تكون حالل للواجبات الاسئله دي بالنسبه لك سهله، تك 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 على طول. فدي الغلطه انا عملتها للاسف، ان انا ما حلتش الواجبات بتاع كل مدرس، لان اصلا الحصص بتبقى طويله جدا، فالحوار بيبقى صعب. يعني الحصه اصلا طويله، غير كده عايز احل الواجب واحل مع المدرس كمان الفيديو بتاع الحل بتاعه، فالحوار بيبقى فيه لخبطه وضغط كبير من اول السنه. ومش شرط تضغط نفسك، انت لو ظبطت وقتك، الحوار كله عايز تايم مانجمنت. ظبطت وقتك في الثانويه العامه هتجيب فوق 90%. بس بص من الاخر كده عشان نبقى متفقين مع بعض، كل الحاجات اللي انا قلتها دي على جنب كده وهذا، والتايم مانجمنت فوقيها من الاخر، عشان نبقى يعني الكلام بس الحوار كله عايز تايم مانجمنت. ظبطت وقت، ما ضيعتش وقتك في التليفون. انت ممكن تروح الجيم وتذاكر وتخلص الحصص وتحل الواجبات في يوم، ده لو ظبطت وقتك وما ضيعتش وقتك في التليفون او في اللاب او في اللعب او في غيره. وممكن تخرج عادي كمان يوم اجازه، ما هم 5 مواد دول اللي بيضافوا في المجموع. الفرنساوي كده بتاخدوا المراجعات في اخر السنه، يعني مش هنضحك على بعض. 5 مواد كل ماده في يوم، وتحل الواجب بتاعها في نفس اليوم ده بكل بساطه. فاهم الحوار كله عايز تايم مانجمنت والله، والدنيا هتبقى سهله جدا. دي برده مشكله رابعه يعني، بس دي اكبر مشكله. تايم مانجمنت دي اكبر مشكله، هي وبتاعت المدرسين، ان انا غيرت المدرسين في نص السنه. خلينا بقى ناخد نصائح الاخوه على الانستجرام اللي اغلبها اصلا زي اللي انا قلته من شويه يعني. ناخد اول نصيحه من محمد، يقرب من ربنا ويركز في دراسته ويعاملها معامله اي سنه عاديه. الكلام ده فعلا مدروس على فكره يعني، صح جدا، بس حوار ان انت تعملها زي معامله اي سنه مش دقيق قوي يعني صراحه، مش هكذب. هو انت صح ان انت تعملها زي معامله اي سنه، بس انت السنين اللي فاتت كنت جايب مجموع كام؟ 85 80. احنا عايزين
نطمح لاعلى من كده. هو الفكره كلها في ايه؟ انت ربنا كاتب لك الخير كده كده، بس انت عايز درجه او نتيجه تفرح اهلك بيك مش اكتر. يوم النتيجه ده هتتمنى لو انت ذاكرت طول السنه عشان فرحه اهلك دي بس. والله العظيم والله العظيم اللي بقول عليه ده ربنا شاهد عليه، ان فرحه الاهل في نتيجه الثانويه العامه غير اي فرحه ثانيه، ومش هتشوفها تاني بعد كده. جبت امتياز في جامعه مره واثنين وثلاثه في الاربع ولا 5 سنين جبت امتياز، خلاص فاهم. الفرحه كانت في الثانويه العامه. حوار الامتياز بالنسبه لهم عادي، فاهمني؟ مش كل طبعا الاهل يعني، بتكلم عن الاغلب. بس شوف تاني نصيحه من يوسف، اتعب عشان النجاح حلو. والله فعلا اقسم بالله فعلا النجاح حلو جدا. ان انت تنجح وتجيب درجه حلوه، الحوار نفسه فيه راحه بال وراحه نفسيه مش طبيعيه. لما تيجي تشوف درجات الناس اللي جايبين مثلا 40 واللي ساقطين وهيعيدوا السنه واللي جايبين 50 الحاجات دي اصلا بتزعل الواحد. هو النجاح حلو فعلا، والله النجاح حلو. المرقعه في السنه دي، وان انت تروح تخرج كل يوم وتروح مش عارف فين وتخرج وتسهر وتراكم دروس، المرقعه دي مش هتفيدك في حاجه في الاخر. فاحنا كده لخصت الفيديو تقريبا، ولخصت كل النصائح اللي اقدر عليها او اللي جايه في دماغي دلوقتي. يعني ممكن يجي في بالي نصائح تانية واقولها مثلا على الانستجرام او حاجه، فلو عايز تشوف النصائح دي تابعني على الانستجرام، هتلاقيني ان شاء الله بنزل اول باول، يا رب يا رب باذن الله. طيب ختاما بقى للفيديو عشان الشمس خلاص غابت والاضاءه تبقى وحشه، فختاما للفيديو عايز اجمع لك بس كل النصائح دي في كام كلمه صغيره، وهتعمل ايه في الثانويه العامه كلها. زي ما انا قلت، اول حاجه ما تغيرش مدرسين، تابع مع المدرسين اول باول، وخش كل الجروبات واتاكد من المدرسين اللي انت تاخد معاهم، ما تغيرش مدرسين. رابع مش عارف عد. المهم هتعمل الحاجات دي كلها، وهتعمل واجبات المدرسين على قد ما تقدر تعمل الواجبات حتى لو نص الواجب. المهم ان انت تشوف شكل الاسئله بس بيجي ازاي، وتحل على كل ماده. يعني مثلا لو عندك العربي فيه مثلا الحصه الواحده فيها نحو وبلاغه وقصه، حل على كل جزء حتى لو نص الواجب. قبل ده كله بقى يعني في حاجه اهم من ده كله اساسا، ان انت تقرب من ربنا عز وجل. ما ينفعش تعمل الذنوب في السنه دي، الذنوب بتذهب الرزق. ما ينفعش. حاول على قد ما تقدر تبعد عن الذنوب كلها، حاول تقرب من ربنا في السنه دي كويس. صلي الصلوات كلها في الجامع. واخر حاجه بقى اللي هي التايم مانجمنت، عايزين بس نظبط الجدول اللي هتعمله في الاسبوع مع بعض. انت تصحى على الفجر بالظبط، تنزل تصلي الفجر في الجامع، وتصحى تقعد تذاكر لغايه الظهر. ممكن تنام لك ساعتين لو الوقت ما سمح، لو تعرف تعمل كده اعمل، وتصحى تاني لغايه العشاء وتنام وتصحى الفجر بقى، وهكذا بقى. او تنام بعد الفجر وتصحى من الظهر لغايه الفجر تقعد تذاكر. طبعا مش اليوم كله تقعد بتذاكر، يعني في اوقات هتبقى راحه، اكل، صلاه، بتاع الحاجات دي كلها مظبوطه يعني، ما تخافش. انت عندك 5 مواد في 5 ايام. الفرنساوي كده كده ما يضافش في المجموع، فهناخده في اخر السنه في مراجعات يعني، ما تشغلش دماغك بالفرنساوي خالص. فهم 5 مواد بتضافوا في المجموع. عندك 5 ايام في الاسبوع، يعني عندك في الاسبوع 7 ايام، هتاخد منهم 5. ممكن السادس تعمل بيه اي حاجات متراكمه عليك بتاع تظبطها في اليوم السادس. لو فيها مثلا واجب ما لحقتش كمله في يوم السادس، بعد كده يوم السابع ده راحه بقى عن الاسبوع كله. لو عرفت تظبط الخطه دي، والله ان شاء الله باذن الله هتجيب فوق 90% مستريح جدا. فبس ختاما للفيديو، اللي عايز يسالني على مدرسين، عايز يسالني على اي حاجه في الثانويه العامه، عايز يقول لي اشترك ازاي ولا اعمل ايه، واروح مع المدرسين ازاي، واشترك مع مدرسين ازاي، وايه السايتات وكده، انا موجود. واللي عايز يسالني على حاجه، رابط الانستجرام بتاعي تحت، خش وابعت لي وانا برد على كل الناس. وبس كده. اتمنى ليكم كل التوفيق والسداد، ويا رب يا رب كل اللي بيتفرج على الفيديو يجيب فوق 90% ويفرح. احنا النتيجه بس بنجيبها فرحه للاهل، مش عشان حلم لينا. انا عارف ان اغلب الناس احلامهم حاجه تانية، يعني مش شرط يبقى حلمك طب، مش شرط يبقى حلمك هندسه، ممكن يبقى لك احلام تانية وتطلع اصلا في حاجه ثالثه ربنا وفقك فيها. هو الحوار كلها مش نتيجه ودرجات وتنسيق لا الحوار مش كده خالص. الحوار ان انت تتقي الله عز وجل وتوفيق ربنا يوفق. فبس يعني احب اشكر كل واحد شجعني، واشكر كل واحد قال لي كمل، وربنا يوفق كل اللي داخلين ثانويه عامه، ويوفق كل الطلبه في كل انحاء العالم المسلمين باذن الله. وبس كده، السلام عليكم.